حلقة كفاية خوف من المجتمع. مالكوا يا بتوع الحضانات؟ في ايه لا بجد في ايه؟ حاجة مجعلصة، في حاجة بتكبر قدامي. انا فاكرة اللي انا فاكراه او مدرستي الحضانة دي يا جماعة كانت جنب اوضة البي اي، بنرمي فيها كور الباسكت واحنا طالعين كده البريك بتاعنا، يعني كانت حضانه عادي. دلوقتي انا عشان اجيب اللوكيشن من على الويب سايت بتاعكم انا محتاجه هاكر يساعدني في القصه دي، انا مش عارفه اجيبه. او كونتاكت اس، ولما بكونتاكت مفيش اس بيردوا عليا، انا مش عارفه ليه. برضو انا ببعت فورم الميل اقول لهم لو سمحتوا عايزه اقدم لبنتي. موضوع الريجستريشن فيز دي انا عايزه اعرف، معلش يعني الفيز بتدفع لما بيبقى في خدمه. انا رايحه اقدم لبنتي، هل انت هتاخدنا من البيت كده تقدمنا؟ يعني ايه الخدمه؟ اقول لك حاجه، انا بنتي ما بتقولش جمله كامله، يعني هي بتقول ماما بابا انبو ميه كيكي يعني دي كلمات. هل هذه الكلمات بتاخد في الانترفيو اللي احنا داخلينه ده، ولا انت هتسالها كمان 5 بامبرز هتعملي ايه في حياتك؟ ما انا مش فاهمه ايه الانترفيو اللي انا هدفع فيه فلوس 600 جنيه عشان انا بنتي هيتوافق عليها يا لا. حضرتك على حاجه انا ما عنديش مانع، انا هدفعها. حضرتك خد البنت ارفضها بس ما تقولهاش وش عشان بنتي حساسه بعد اذنك، واحنا بنربي تربيه حديثه. طلعها بره بظرف ابيض صغير كده، رجع 600 جنيه تاني بعد اذنك. والمشكله بقى يا جماعه ان انا لما مريت بالفيز دي كلها قررت ان انا خلاص هكلم ارقام تليفوناتهم، لقيت معظم الارقام دول اخرى غالبا. فطبعا انا لا رصيدي بتاع تليفوني ولا رصيد بنك جوزي اساسا هيستحمل اللي احنا فيه ده. فقررت ان انا لما الاقي رقم مصري ابتدي اخد الخطوه. الحمد لله لقيت رقم 012 تمام، ومسكت فيه بقى الرقم بتاعي بقى كده وقعدت اكلمه. بقالي 4 ايام محدش بيرد عليا. يا جماعه انا على تكه والله وانسحب من هذا القرار، يعني انتوا مصرين تخلوني ما بقاش معاكم ليه؟ طيب من الاخر انتوا ناس سبيشال جدا ومنزلين والمختارين عشان تبقوا في الحضانه دي اللي محدش شاف زيها قبل كده. انا بقى عايزه ابهركم ان معظم الناس اللي بتجيب العيال الحضانه عشان يخلي الطفل يندمج اجتماعيا، تمام، لكن احنا مش عايزين نتسحل ماديا. دونت نيد اديوكيشنال سيستم وبقى ايموشنال سيستم وطبطبه سيستم وحنيه سيستم. حضرتك احنا والله العظيم العيال زي الفل عايشين معانا كويسين جدا، بس احنا معلش عايزين 2 3 كده بنسيبهم معاكم الصبح. البادجت ده بكام بقى؟ طب اقول لكم حاجه بقى، ان انا بفكر اي ويل بيلد ماي اون بزنس بقى. خلاص بقى كفايه احتكار بقى، كفايه. انا هعمل بزنس انا يا جماعه، وهاجر مكان وهعمل نوت حضانه. انا هسميها كده ان هي مش حضانه، ده مكان اللي عادي الاطفال بتيجي تلعب فيه وتتبسط وخلاص.